الحبايب مساء الخير. كنا عايزين ندردش كده في شوية مواضيع كده حصلت الأسابيع اللي فاتت دي والأيام اللي فاتت، وآسف على التأخير. آه بيقول لك مرة واحد مراته كانت تعبانة قوي 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 وخلاص وبتموت وبتاع ومش عارف إيه. قام جاي رايح استلف يمين وشمال ومن صحابه ومن طوب الأرض. وعمل إيه في الآخر؟ راح جاب لها فستان. يعني احنا عملنا احتفال حلو، وانا ما بقللش من حجم الحدث والشغل اللي حصل والكلام ده كله، والاثار اللي موجوده وفي الافتتاح والديكورات، وحاجه عظيمه وتمام ومية مية. بس بصراحه يعني الاحتفال ما كانش على قد المستوى اللي احنا كنا مستنيينه. يعني كانوا قبل كده عاملين اللي هي نقل المومياوات. كان بصراحه حاجه عظيمه وحاجه تشرف يعني بجد. وايه الاغاني الاوبرا اوبرا اوبرا؟ احنا يا جماعه احنا بنفهم في الكلام ده ولا لينا في الكلام ده؟ يعني حتى اللي طالع بيتكلم على التاريخ واللي بتتكلم مش عارف ايه وبتاع، برضه بالحاجات الاوبرالي دي وبتاع. ليه كده يعني؟ يعني مع حاجه ملهاش اي 30 لازمه يعني. بصراحه يعني عكننتونا يوميها وخليتونا يعني قاعدين متعكنين وعمالين نقولوا ايه ده. وحتى المطربه اللي جت اللي هي مش عارف ايه، طلع عليها كلام كتير اللي هي بتدعم مش عارف ايه بره وبتاع وهي حتى طلعت امبارح عماله تقول لا انا متجوزه راجل مش عارف ايه بشنب. ايه راجل بشنب ايه؟ واحنا مالنا متجوزه بشنب ولا من غير شنب؟ ايه اللي احنا استفدناه من كده يعني؟ فبصراحه يعني كانت حاجه يعني مضايقانا كلنا يعني. وبعدين كان في حاجات برضو حصلت الاسبوع اللي قبله واللي قبله وبتاع. برضو هنتكلم تاني، اتكلمنا عن قانون الايجار القديم وبتاع، وناس كتير هجمتنا وسحتجيه وانتوا. يا جماعه انا كنت بتكلم يعني على حاجه معينه في القانون. انتوا مش مقدرين البعد الاجتماعي اللي بين احنا يا جماعه. مش احنا كأنا يعني، احنا عامه وانا اسف يعني. احنا علينا يعني ضيق شويه. والضغط اللي احنا فيه ده والكبت اللي احنا فيه ده. يعني اي حد ما بيصدق يقول لك بس العماره هتفضى هيجي لي مش عارف ايه، بيتجن. احنا دماغنا في حاجات كتيره قوي مش بتستوعبها. الراجل اللي هو المسن اللي اتضرب ده وبتاع ده تاني يوم. عندنا هنا في اسكندريه كان في واحده برضه حاطه بوست، بس يعني ممكن ما خدش نفس الضجه عشان الراجل اللي اتضرب ده وبتاع وكده والبت اللي صورته كده. هي جابت الموقف من كاميرا كده في الشارع، بس ايه كانت بعيده شويه. برضه ناس مستنيه ابوها طالع من صلاه الفجر وبتاع، تعدوا عليه وكده عشان برضه عايزينه برضه يسيب الشقه والكلام ده. جماعه الموضوع ده والله العظيم غلط جدا. وبعدين عايز انبهكم على حاجه. الموضوع ده يعني اتنفذ المفروض يعني اتناقشوه وصدقوا عليه وبتاع شهر 8. ومفروض ان اللي هو من 1/9 للايجار الجديد والشغل الجديد وبتاع وكده. ده الموضوع ده يا جماعه ما بقالهوش حتى شهرين. يعني تخيلوا كده معايا مثلا. خلاص فاضل ال7 سنين يعني وال5 سنين التجاري اللي انتوا حاطينهم. فاضل خلاص سنه ولا بتاع والناس تمشي ولا 6 شهور ولا بتاع. ايه يا جماعه اللي ممكن يحصل بين الناس؟ يعني نرجو بجد والله العظيم يعني حد يبص بقى للكلام ده بصه ده. دي حاجه دي يعني مش عايز اقولها يعني هتحصل مهازل جامده وحاجه جامده يعني. ده خلاص الناس ما بقتش قادره مستوعبه. ده راجل كبير والله طبعا مش بنقول الصغير عادي يتضرب يعني، بس بنقول يعني ايه. يعني مفيش تمييز خلاص، الفلوس والبتاع عموا الناس. وبعدين ده احنا بنتكلم ده عمه طالع يقول لك الراجل اللي ضربه ده يعني ده راجل مليونير وعنده محلات مش عارف ايه. امال الناس يا جماعه اللي ظروفها تعبانه بقى هتعمل ايه؟ اذا كان اللي مرتاح بيعمل كده عشان خاطر شقه يعملها مخزن ولا يعملها بتاع مش عارف ايه. لا لا، لازم يا جماعه بجد نهتم يعني نشوف بجد القانون ده هيوصلنا لحاجات برضو مش كويسه خالص. ده انا كنت عايز اطلع اتكلم والناس كلها اتكلمت وخدت الضجه وخد الترند وخد مش عارف ايه وبتاع. بس الموضوع ده يا جماعه ليه ابعاد تانية كتير. الحكومه لازم بجد تشوف الكلام ده. وبعدين انا اسف يعني القضاء فوق دماغه وكل حاجه. مكتب الرصد بتاع النائب العام اللي بيرصد الشارع والكلام ده المفروض يحط في الاعتبار الحاجات اللي بتحصل دي. جينا اتكلمنا قبل كده والناس هجمتنا وعملتنا وبتاع والله العظيم ما على شقه ولا علشان خاطر بتاع. طب اقول لكم على حاجه تاني. احنا عندنا هنا في اسكندريه بيعملوا مشروعين. والله 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 ممكن تكون حاجه عظيمه حاجه مش حلوه حاجه. ده ما يهمنيش، كان مشروع ذات نفسه يعني يا عم مشروع احسن حاجه في الدنيا. بينزعوا ملكيه حوالي 500 عماره من الناس. يعني والله العظيم كنت عند محامي
الاسبوع اللي فات بخلص ورق انا ووالدي كده وبتاع، جنبنا يعني مش بعيد يعني. فبقول له ايه المشروع؟ مش قال لي والله ده كان في واحد عندي هنا امبارح عنده يعني باني بيت واخد ارض يعني كده في الحته اللي هم بينزعوا فيها الملكيه، وباني دورين فيها، حتى عنده بنت وكده شارط حتى لو اتجوزت تتجوز معاه في نفس البيت، وعنده ولدين، عامل بيت 3 ادوار ولا 4 ادوار وساكنين فيه، وعايز يلم عياله فيه حتى لو بعد بيتجوزوا عايز يعمل عزبه وعيله كده وبتاع. حقه طبعا، وشقى عمره ومش عارف ايه وكده. بياخدوا منه الارض بتاع عشان الطريق، وبيدوا له شقه في بشاير الخير. يعني بيقول لك حتى الموظف مش عارف بتاع الحي ولا مندوب المحافظه ولا بتاع، بيقول له انت كنت شاريها بكام؟ جماعه شاريها بكام؟ حتى لو كان شاريها ب 70 ولا 80 الف جنيه في التسعينات ولا بتاع، ده كان برضه رقم وشقى عمره. هو الموظف كان بيقبض كام اياميها؟ ده الموظف كان بيقبض 350 جنيه و400 جنيه، والموظف الحلو قوي 600 و700 والكلام ده. لما يدفع 70 ولا 90 ولا 100 الف جنيه في حته ارض، وشوف بناها بكام وبالسلف وبالجمعيات، وحرم نفسه من ايه وعمل ايه عشان كده تيجي انت تاخدها؟ برضه محور محمد نجيب اللي هو بيعملوه ده وبتاع، برضه كوبري بيعملوه، دخلوا برضه على بيوت قال لك هناخده. مش يا جماعه ده شقه عمر الناس. خد يا عم واعمل اللي انت عايزه، بس اديله يعني. يعني هو خلاص، هو كانت امنيته وحياته وشقه طول عمره وحياته اللي هو يعمل بيت يتلم فيه هو وعياله. اديله بما يوازي ياخد بيت في اي حته تانية، حتى في منطقته بس جوه شويه، عشان خاطر انت خدت اللي على الطريق يرجع ورا شويه، اديله بما يوازي كده. الارض بقى دلوقتي تسوى 20 30 50، اديله اللي هو يشتري حاجه تانية. ما يبقاش شغل الافتراء ده برضه حرام يعني. وبعدين امبارح نقيب الفلاحين طلع يقول لك تصريح في غايه يعني، في غايه الخطوره وغايه الاستغراب وغايه كل حاجه. وبعدين يعتبر ده حد مسؤول، طلع يقول لك الجزار بيروح يشتري الذبيحه يعني وكده، العجل ولا البقره، من الفلاح العيانه اللي هي ب 70,000 جنيه و 80,000 جنيه، المفروض بيروح يشتريها ب 10,000 ولا 20 او 15,000، ويبيع كيلو اللحمه ب 500 جنيه. طب انا عايز اسالك بس سؤال، مش سؤال، كذا سؤال يعني. انت حضرتك من تناقيب الفلاحين، يعني هم بتوعك، الفلاحين دول بتوعك. طب انت ما تمنع الكلام ده؟ يعني ليه بتخليهم يبيعوا حاجه عيانه؟ دي حاجه. الحاجه التانيه بقى، انت زعلان اللي هو بيبيعها ب 500 و400، ده التصريح بتاعك. انت زعلان اللي هو بيبيعها ب 400 و500؟ يعني لو باعها ب 100 مثلا ولا ب 120 كان هيبقى تمام عادي شغال، مش مهم تعبانه تعبانه العجل تعبان ولا البقره تعبانه، المهم السعر بس. انت اتكلمت عن السعر، ما قلتش مثلا ما يصحش كده الجزار يعمل كده، دي ارواح ناس، دي مش عارف ايه. لا، انت كل الحاجه الوحيده اللي مضايقاك السعر. يعني هو لو باعها بسعر اقل كده بالنسبه لك تمام اوكي. ده انت نجيب الفلاحين دول بتوعك، الفلاحين دول بتوعك. شوف كل منطقه مين اللي ماسك فيها تبعك وبتاع، ومفروض تمنع الكلام ده. اللي هيتمسك بيبيع حاجه كذا ولا بيعمل حاجه كذا هيتحبس، هيتعمل له غرامه انما انت ما اتكلمتش غير على السعر. هو ده احنا بالنسبه لك خلاص بقينا رقم سعر وخلاص. مش مهم بقى اللي يغور، اللي يعيا، اللي يتنيل، اللي يغور في 60 دقيقه مفيش مشكله. ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ يا جماعه ده احنا والله العظيم ثلاثه احنا عايشين في مهزله. حاجه تاني برضو، شركات الادويه، يا عيني غلبانين هم اصلا. بيقول لك احنا خلاص لازم نزود الادويه الفتره الجايه، مش الفتره دي هم شغالين طبعا 30%. 30% ايه حضرتك؟ ده انت في سنه الادويه الاساسيه، السكر والضغط والقلب، زودتها 300%. عارف يعني ايه 300%؟ مش عاجبك ده في سنه، مش عاجبك كمان بتقول عايز ازودها 30%؟ اقسم بالله والله العظيم انا بتكلم عليا الحمد لله يعني، ها الدنيا ماشيه اهو وبجيبها. والله العظيم حقنه الانسولين، مش عارف والله العظيم الرقم بس عشان حلفت يعني. يعني اللي كانت مثلا 450 جنيه وبتاع، دي بتقعد 16 يوم. 450 جنيه وصلت 700 وشويه في كذا شهر. والفتره اللي فاتت دي كانت وصلت 600 يعني، شحت ما بقتش موجوده خالص. وعمال قلب عليها الدنيا، مفيش. لقيت صيدليه كده جبت منها اتنين مشوني كده ايه شهر، بعد كده نزلت
زي ده 200 جنيه، اللي هي وصلت بقى 750 يعني شويه، 760 حاجه كده. طب يا جماعه دي ادويه مزمنه، دي لازم يبقى عليها دعم كده زي رغيف عيش، زي مش عارف يعني لازم اي يعني ما اعرفش. دي حاجات مزمنه مش بلاش كده. ده الراجل بتاع اللي هو مش عارف ايه، بتاع الدكاتره ولا الصيادله ولا بتاع، بيقول لك ان تكلفه دور البرد العادي لو حد جاله دور برد والله العظيم ثلاثه وجا خد شريط مش عارف ايه وشريط ايه وبتاع وكده 600 جنيه، والله العظيم. ده حد برضه مش عارف، عارفين الاسامي بتطير مني والحاجات دي، اللي هو بتاع مش عارف حد تبع برضه نقابه الصيادله او الدكاتره حاجه كده يعني. وكمان دلوقتي عايز تزود 30%. يا جماعه ده انتوا يعني بصراحه، يعني فاتوره ام 600 جنيه دي انت طبعا انت بتزود 30%، حضرتك كشركه بتزود 30%. هل بتقدر تسيطر على الاسواق اللي هي برضه تبقى 30% او 20% او 40 اللي هو اللي انت بتزودهم؟ لا طبعا، انت بتزود 30 هوب 50 60% زادوا يعني. يعني والله العظيم. طبعا مع زياده بقى البنزين ومع زياده تكلفه النقل ومع زياده البتاع، والله العظيم يعني مش عايز اعرض الموضوع قوي يعني، بس اجزم اللي هو ممكن يوصل 100%. يعني الحاجه ام 300 تبقى ب 600، الحاجه ام 400 تبقى ب 800. حتى لو بقت ب 700 انت بتزود ب 300 جنيه و 400 جنيه في دواء وبتاع، وحاجات مزمنه يعني حاجات. يعني مثلا واحد ممكن يجي له دور تعب مثلا معين كده ولا حاجه، مثلا محتاج ياخد كورس شهر وخلاص، الحمد لله خف وبتاع وكده ماشي يعني. ها هنقوله يعني غالي وكل حاجه بس ماشي، اهو شهر وهياخدوا واستلفهم عملهم ماشي. انما ادويه السكر وادويه الضغط وادويه القلب وادويه ده في برضه ادويه الدهون والكوليسترول. الكوليسترول ده برضه الدهون ما بتروحش في يوم وليله يعني. ده انا مره اخدت ادويه 3 4 سنين للدهون والحاجات وما زال برضه. يعني الحاجات دي يا جماعه بتتاخد خلاص مدى الحياه. يعني انت بتاخد بيجي لك دور السكر وبتخف منه، ولا دور الضغط وبتخف منه، خلاص انت عايش كده. فحرام يا جماعه كده بقى، يعني اتقوا الله شويه في اللي انتوا بتعملوه فينا. المشكله ما فيش زياده حتى في اجور وما فيش بتاع. النهارده تيجي تتكلم القطاع الخاص مثلا في اجور يقول لك لا والله هو شغال ده في يا جماعه قطاع خاص النهارده بيقبض 2000 جنيه و2500 جنيه و3000 جنيه. وانت بتقول مش عارف وانت خلاص زودت لحد معين اللي هو طبعا مش مكفي اي حاجه. وبعدين خلاص ما فيش تعيينات، ما فيش وظائف، انتوا عيشوا مع نفسيكم. وفي مهن كتيره قوي في البلد انت برضو قافلها. انت قافل المقاولات اللي هي الشغل الخاص، انت فاتح ليك طبعا عشان يعني قافل الخاص عشان خاطر انت اللي تشتغل، ومفيش حاجه عارف تبيعها ومفيش حاجه عارف تعمل. عارفين يا جماعه احنا ايه مشكلتنا؟ مشكلتنا اللي احنا بنربط المشكله او الاعتراف بالمشكله بالعيب. يعني ايه ده؟ لا عيب اعترف بالمشكله، عيب اقول انا اخطات مثلا في القرار الفلاني في الحاجه الفلانيه، ولا لا لا هرجع فيه. ليه بنعمل كده؟ ما اعرفش. يعني ليه بنقعد مصممين على الغلط؟ ما اعرفش. الاعتراف بالمشكله لا عيب ما ينفعش. ليه عيب؟ ما فيش حاجه اسمها عيب يعني. والله العظيم ثلاثه، والله العظيم ثلاثه، وانتوا اكيد عارفين الكلام ده. الفشل والاعتراف بالمشكله هو اول سبب للنجاح. يعني عشان تنجح لازم تعترف ان في مشكله، في مشكله كذا، وفي قدام. والله يا جماعه ما عارف اقول لكم ايه يعني. احنا اقول لكم على حاجه، حتى عندنا حتى ما فيش يعني في البلد اليومين دول حتى يعني احزاب حتى سياسيه. وبعدين حتى في المتحف اللي هو اللي لسه مفتتحينه ده، الرئيس مبارك هو اللي حاطط حجر الاساس في الموضوع ده وكان شغال فيه. مش مشكله، حصل اللي حصل والثوره وبتاع والدنيا وقفت شويه ورجعوا كملوا شغل فيها 2016. ايام الثوره لو تفتكروا في البرلمان ومش البرلمان والكلام ده، واحنا واحمد عز ومش عارف ومين، احمد عز بتاع الحديد ومش عارف ومين والحزب الوطني وبتاع، يعني يمكن ثلاث ارباع الثوره قامت عليه. النهارده مثلا ما تعزمش، انا مش مع مبارك ضده مع ده مع فلان مع علان، لا انا بتكلم على موقف، والله انا ولا مع حد ولا ضد حد. انا الحاجه اللي بتضايقني يعني مثلا وباخد بالي منها منظرها مش حلو بقولها. ما تعزمش مثلا ولاد الرؤساء اللي هو برضو ابوهم كان رئيس بلد 30 سنه وهو اللي حاطط حجر الاساس هنا، وتعزم مثلا احمد عز بقى وطلعت مصطفى ومش عارف ومين اللي هم اساسا كانوا في الحزب. مش طلعت مصطفى يعني، عز واللي شبهه
كانوا في الحزب الوطني، وثلاث ارباع الثوره قامت عشان هو قال لك رجال اعمال وحكومه مش عارف ايه وبتاع. انت بتعمل نفس، والله العظيم بتعمل نفس الغلطه. احنا ما عندناش احزاب في مصر وما عندناش معارضه، ومجلس النواب ده اقسم بالله انا بحذر منه، ده يا جماعه ما بيمثلش اي حاجه من الشعب. دول شافوا ايه دول، ولا عانوا من ايه وبتاع عشان يحسوا بينا؟ دي ناس طول عمرها قاعده في مكاتب وقاعده. النهارده يا جماعه كل النواب رجال اعمال ورجال دوله ورجال. طب ازاي يا جماعه ده هيقول هيحارب الحكومه عشان انا مثلا كشعب يعني، عشان واحد مثلا فقير واحد بتاع؟ والله عمره ما هيعمل كده. ومع ان ابني انت كبيرك حاطط ميزانيه مش عارف ايه، تنزل ترصف في الشارع تنور لمبتين وبتاع وخلاص وشكرا. انما كبلد ومستقبل انت عمرك ما هتعمل كده. عمرك ما هتحارب حكومه، مش تحارب يعني قصدي حرب يعني. عمري يعني ما هتعمل مع الحكومه يعني ند بند كده، وتعمل استجوابات وتعمل مش عارف ايه وبتاع عشان ياخدوا قرار صح، عشان يشتغلوا مثلا في حاجه معينه بيعملوها غلط، عشان خاطر انا حتى هتجازف بشغلك ومصالحك وبتاع عشان خاطر الشعب. عمرك ما هتعمل كده. وبعدين اقسم بالله انا ما قلتش كده، انا هحاول اجيب لكم الفيديو واحطه لكم. عمرو اديب طلع يقول لك والله العظيم ثلاثه بلسان، والله العظيم هقول يعني لو لقيته الفيديو هحطه لكم. طلع يقول احنا ما فيش مش عارف ايه وبتاع، والمجلس الشعب واللي ده حتى في اشاعه، انا بقول اهو يا جماعه اشاعه. طبعا عمرو بيضربها بس ايه من الناحيه الثانيه يعني. اللي فيه السيده الفاضله صاحب اللي هي مسؤوله عن مستشفى مش عارف ايه كده، اللي هي مستشفى عايشه على التبرعات يعني، ربنا يقويهم وكده. دفع 70 مليون جنيه عشان تخش مجلس الشعب. والله العظيم عمرو اديب اللي بيقوله، كانت الحاجات دي ماليه الصفحات. ولكن اين المنافسه؟ اين البرامج؟ اين الانتخابات؟ انا بسال سؤال واحد، هو الناس ديت اللي عامله دعايه ليه؟ يعني هذه اللافتات المضيئه اللي مصروف فيها ملايين، وهذه الاشاعات تاني، هذه الاشاعات ثالث، هذه الاشاعات عن دفع ناس اموال علشان يترشحوا لاحزاب او في قوائم، ارقام مذهله. لسه متكلمين عن سيده فاضله بيقولوا دفع 70 مليون. اشاعات خلاص عشان ابقى اكون واضح اهو في الكلام. طيب ماشي، شوف بقى قد ايه انا بتاعك، انا موافق، انما هي قيمه واحده وحيده هتكسب بقيه الناس اللي 200 حاجه و40 في اماكن، يعني هيبقى في كذا دايره ولا حاجه ممكن فيها بعض المناوشات ولكنها ايضا محسومه. ابراهيم عيسى طلع بيقول لك قابل حد يعني من حزب مستقبل وطن وبتاع، والله برضه لو لقيت الفيديو هحطه لكم. بيقول له هو يا عم ازاي كرسي مجلس الشعب يوصل 50 مليون جنيه وبتاع وكده، انتوا يعني بتعملوا ايه، ولا مصاريفكم ايه، ولا دنيتكم ايه؟ قال له والله يا استاذ ابراهيم احنا برضه بيجي نركب في النص كده، بيبقى في مؤتمرات وبيبقى في حشد شعبي لحاجات معينه، مش عارف ايه المؤتمرات اللي هم بيعملوها دي، وبيلموا فيها الشباب بيتكلموا يعني ايه الناس والشعب وبتاع وكده، برضه بتتكلف مننا. ولما بيحصل مش عارف عندهم حاجات انتخابات وبتاع، احنا برضه بنعمل حشد وبنعمل الشوادر بقى كده، ويقعدوا يتكلموا ونناقش ونؤيد ونعمل حاجات يعني للحكومه. يعني الحاجات دي برضه بتكلفنا وبتاع وكده. وابراهيم عيسى حتى قاعد يضحك وبتاع ومش عارف ايه في الفيديو. انا فاهم ان الدوله مش عايزه سياسه ولا نيله ولا اجهزه يعني والله العظيم لولا الملامه كان لغوا كل المؤسسات النيابيه دي اصلا. احنا محتاجينها في ايه؟ لكن في المحصله احنا محتاجينها كدوله في ايه؟ كاجهزه في ايه؟ يعني احنا الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا، بس هي لولا بس الحوجه، لولا الدستور اللي احنا قاعدين نقول احنا عندنا دستور، ولولا بس الخواجات والعالم بره كان ولا شفت لا شيوخ ولا نواب ولا كلام من ده خالص. يا عم اتقى الله، ده احنا ما عندناش حتى مجالس استشاريه، عيب عندنا نواب وحاجات من، احنا عندنا حكومه بلا مستشارين، وعندنا لاول مره في تاريخ مصر على الاطلاق لا يمكن ان تجد فلان الفلاني مستشار رئيس الجمهوريه للامن القومي، فلان الفلاني مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون السياسيه، مش عايزين خالص. فنعمل ايه؟ نعمل احزاب بتاعتنا، احزاب موالاة، ماشي. اسالك بقى بامانه المواطن المصري اللي قاعد على القهوه، يعني مين ده اللي هيتبرع لحزب ب 30 مليون ولا 40 مليون ولا 50 مليون علشان يترشح ويبقى موجود في مجلس النواب او مجلس الشيوخ، الا لو وراء هذا الامر ان، وما اظنش ان في اي عضو في مجلس هنا او هناك وفي حزب ومرشح في حزب من هنا او هناك من احزاب الموالاه يستطيع ان ينكر او ينفي انه دفع تبرع ودعم للحزب وعشان يترشح. الذي ستكسبه من العضويه، يعني عايز تخدم الناس، خدمه الناس بانك تتبرع وتبقى عضو في البرلمان ب 50 مليون، عايز يخدم الناس وعايز يخدم مصر في مليون طريقه لخدمه مصر بالملايين دي، الا مجلس النواب ومجلس الشيوخ. يعني الملايين دي ممكن تصرف وتنفق على الخدمه العامه، على العمل الخيري، على العمل التنموي. لو عملت ب 50 مليون دول 50 مشغل للاعمال اليدويه في الريف المصري، عملت يعني ثروه انسانيه وبشريه وتنميه حقيقيه ابرك من نعم اللي راح تقولها في البرلمان او التسقيف او التهليل. يعني ميزانيه هذه الاحزاب، يعني حزب مرشح 40 واحد اضربه بقى في 40 في 50، يعني ربع مليار طالع له في الانتخابات بربع مليار. الربع مليار دي بقى في الميزانيه راحت فين؟ طبعا يعني هيقول لك يا ابراهيم بيه والله انت ما تعرفش، ده احنا عشان نخرج لما بنيجي ننظم المظاهرات التضامنيه والمسيرات اللي مش عارف ايه، شوف كل حزب بيطلب منه 3 4000 واحد، شوف بقى بنجيبهم من الجمعيات وبندفع للواحد قد ايه بدل انتقال ووجبه ونأجر كام اتوبيس. ده احنا الوقفه التضامنيه بتاعتنا لوحدها تكلف لها 5 6 مليون جنيه وحاجات، يعني هيقولوا لك كده، هم بيقولوا لي كده على فكره. فانت عارف يوم الانتخابات ده بتصرف كام؟
يا جماعه خلاص اللي معاه فلوس بيخش. واحنا كلنا شفنا بتاع انتخابات مجلس الشيوخ ده 3/4 ده الايه القرانيه مش عارف يقولها الراجل، والتانيين الباقيين مش عارفين يقولوا يحلفوا اليمين. دول يا جماعه هيشرعوا قوانين ازاي ولا هيعملوا ايه معانا دول؟ هي بقت خلاص يا جماعه مجلس الشعب ده اللي معاه ملمين كده وخلاص وشكرا. ازاي يا جماعه الكلام ده؟ احنا في مجلس الشيوخ قبل الانتخابات عمالين ينزلوا الشارع ويتصوروا ومع الناس ومش عارف ايه خلاص ما حدش شاف حد بعد كده. طبعا ما انتخبتش حد ومش هنتخب حد اساسا، انا ما اعرفش حد منهم. وخلاص نزلت. طب بعد كده يعني ما شفنالكش مثلا فيديو؟ احنا عارفين الفيديوهات والكاميرات والشغل ده كله ايه، تمثيل في تمثيل. طب احنا مثلا يا عم اضحك علينا، ما شفناكش مثلا بعد الانتخابات مثلا بشويه كده ولا بتاع نزلت برضو الشارع وقفت مع الناس؟ ايه يا جماعه الحمد لله ربنا كرمني اهو بتاع، ايه عايزين ايه مثلا نعمله؟ ايه اللي مضايقكم هنا؟ ايه اللي عاملكم هنا؟ ايه اللي مش عارف ايه؟ حتى لو في حاجه مش في مقدرتك مثلا، لا هنتكلم طبعا فيها في الجلسات وهنعمل، بس انا بنزل اهو للناس بنحضر كده نشوف ايه طلباتكم عشان نشتغل. يا عم حتى لو كده وكده ده خلاص ما حدش شافك، احنا شفناك على الصفحات بقى بتاعتك. الحمد لله فزت والناس بتبارك لك، مبروك يا سياده النايب، مبروك مش عارف ايه، وعمال حاطط صورتك وانت في المجلس واقف خلاص كده شكرا بقى، مش عايزين منكم حاجه. انت مش خدت الكرتونه ولا خدت البتاع وخلاص وانا دافع وتمام ومية مية. هو مستقبل وطن اللي مكتسح طبعا والكلام ده. مفيش اي حاجه تاني، مفيش حد حتى يطلع يقول كلمه في حقنا توحد ربنا. ايه يا جماعه؟ وقبل كده برضو القانون الايجار القديم موافقون هي كل حاجه موافقون هي. ايه يا جماعه ده احنا اقسم بالله يعني في مهزله ما يعلم بها الا ربنا. اتقوا الله بقى يا جماعه واشتغلوا بما يرضي الله. وبعدين في حاجه غريبه قوي، السيد رئيس الموضوع طبعا يعني مشكلتي ان انا بتاخر شويه والله غصب عني معلش. السيد رئيس الوزراء لما غلى البنزين وبهدلنا وبهدل الدنيا كده وبتاع وغلى الاسعار، اول مؤتمر ليه كان بعدها بكام يوم، يعني هو غلى البنزين يوم الخميس، الجمعه بيعمل مؤتمر يوم الاربعاء. قاعد بقى انا مستني بقى ايه الكلمتين بقى اللي بردوا ناري، حتى سجدني كده انا اي حاجه يا عم، اعمل اي حاجه، خد قرارين كده حلوين، خد مش عارف ايه. اول حاجه احنا مش هنسمح بالتعديات اللي على ضفاف نهر النيل في مش عارف في المنوفيه ولا في مش عارف في بلد يعني كده، مع احترامي يعني مش قصدي حاجه والله، مش عارف ايه. احنا بالنسبه مش عارف ايه، كلام بعيد خالص عن الواقع وبعيد خالص عن مش عارف ايه وبعيد. دول يا جماعه بجد والله العظيم ثلاثه يعني ده اكبر اثبات اللي هم مش عايشين معانا، مش عايشين معانا خالص. دول عايشين في حاجه تانية، اللي يغلى يغلى واللي يرخص يرخص واللي يعمل يعمل. احنا ملناش دعوه باي حاجه، انتوا عيشوا حياتكم احنا ملناش دعوه. احنا بنغلي بس وبتاع عشان نظبط الموازنه ومش عارف ايه وكده. امبارح والله العظيم ما اعرف اقسم بالله، انا مش متاكد، انا لقيت الخبر في كذا صفحه فبرضه والله العظيم انا متاكد بيقول لك اللي احنا عايزين نعمل قرض ب 4 مليون مش عارف من الاتحاد الاوروبي ولا منين، ب 4 مليار وكسور دولار او يورو حاجه كده. يعني هتعمل مش عارف هتاخد قروض تاني من حتت تانية عشان تسد قروض من حتت اولانيه، ونقعد نعيد القاره مره واثنين وثلاثه وخلاص كده شكرا. احنا هنفضل عايشين كده والمصحف ده احنا لو بنلعب قمار بالفلوس دي كدوله مش هنوصل للديون دي ومش هنوصل للكلام ده. ويا ريت في انجاز حقيقي يعني. انت بتعتبر العمارتين اللي بتبنيهم في الصحراء دول انجاز، وبتعتبر الكوبري اللي بتعمله من حته لحته ده انجاز. ما فيش حاجه في الدنيا ما فيش انجاز في الدنيا كده. الانجاز الحقيقي بيبقى اقتصاد بجد. وبعدين عمال ترفع في جمارك وفي تعريفات جمركيه وبتاع وكده. يا باشا واحد اتنين، انا والله ولا خبير اقتصادي ولا متعلم التعليم اللي هو يعني ده، انا دبلوم تجاره يعني. اللي بيرفع الجمارك دي وبيرفع البتاع دي بلاد صناعيه، بلاد عندها منتج عايزه تحميه. يعني فاهم يعني؟ انا واحد صاحبي كان عايش بره بيقول لي دخلت اشتري مرايه الموتوسيكل بتاعي، لقيت الصيني ب 15 دولار، ولقيت اللي هي اللي في بلده يعني الامريكي مثلا او كده ب 120 دولار. قال لي طبعا اشتريتهم ب 15. ليه؟ عشان هي يعني فرق شاسع، فرق 105 دولار ولا حاجه. وحتى لو هعمل لك خصم وبتاع سيبها لك 100 دولار بتاعي، فرق برضه 85 دولار بالنسبه لهم، بيخش يملى بيهم الترولي بتاع اللي هو زي فتح الله ده.
مش زي عندنا هنا بتخش السوبر ماركت تقول له واحده لبن واثنين زبادي هم ال 100 جنيه. المهم ايه، دي الناس دي بقى لما بتعلي مثلا يعني ايه، دي الصيني ودي مثلا الامريكي في امريكا، هو لما بيعلي التعريفه الجمركيه مثلا على الصين ليه؟ عشان خاطر يحمي البضاعه اللي عنده. يعني يرفع مثلا 100% من حاجه الصيني ولا 200% بتاعه مع الشحن مع مش عارف ايه بتاعه 15 دي توصل مثلا 65 70 75. هو يعني والامريكاني اللي عنده اللي هي ام 100 مثلا من 80 85 ل 100، لا يقول لك بقى جيب دي احسن، ده حاجه على الاقل يعني حاجه امتن وبتاع وكده. ده يا جماعه، ده لما ترفع الحاجات الجمركيه بتاعتك لما يبقى عندك صناعه عايز تحميها. انما انت ما عندكش صناعه يبقى انت من مصلحتك تقلل شغل الجمرك ده، لان انت معتمد كل شغلك على بره عشان تقلل السعر شويه، يعني الدولار يبقى غالي وانت الجمارك خد ضريبه طبعا، ما بقولكش ما تاخدش ضريبه، مفيش بلد في الدنيا ما بتاخدش ضريبه على اي حاجه، بس برضه بالعقل يعني. والضريبه دي يا جماعه في اي بلد لازم هنتكلم ماشي، هنتكلم فيها يعني، لا بالمره ماشي، لازم تخش في حاجات تانية انت ما بتدخلهاش، انت بتاخدها تبني بيها وتسد بيها قروض. طب انا بدفع ضريبه ليه؟ حتى الحاجات اللي انت بتبنيها طريق ولا بتاع لما باجي اعدي منه بتدفعني تذكره، يعني بدفعه برضه تاني. يبقى انت بتاخد مني ضرايب ليه؟ المفروض تاخد مني ضرايب تنزل لي الدواء، تعمل لي مستشفيات، التعليم اللي رايح في 60 داهيه، والراجل اللي انت حاطه ده اللي عمال يعاند فيه في الناس وعمال هيجيب لهم جلطات بسبب اقسم بالله العظيم الناس شايله عيالها، اللي تعبان واللي متنيل وفيه دور ماشي في البلد اليومين دول للعيال دي، وواحد اللي عنده جدري واللي عنده مش عارف ايه، وبتصور وهي رايحه وبتقول لك اهو راح اودي ابني عشان خاطر لو راح بيقول لك هيسقط ويعمل ويسوي. انت حتى مش مدي استثناء لاي حد، وعمال تعاند وتكابر بس وخلاص، ومناهج تقيله تقيله. تمام، خلينا كده يعني. المفروض حتى الضرايب اللي انت بتاخدها تعمل لي بيها حاجات كده استفاد منها، لا ما بتعملش. الجمارك، رافع الجمارك، طب ترفع الجمارك دي ما كفايه الدولار عالي، خلي الجمارك كده شويه والدولار عالي، يعني دي تساوي دي عشان الاسعار حتى تبقى عندك هنا، احنا هنا شويه. لا ده انت الجمارك عمال ترفع فيها والدولار، والله العظيم انتوا عارفين التاجر الدولار بيقول لك 47 ولا 48، التاجر بيسعر على 100 جنيه 100 جنيه الدولار، ملوش دعوه هو بالكلام ده، واتقال لي الكلام ده والله من التجار. ماشي، فانت يعني طب انت عايز يعني احنا مش هامينك والله العظيم. وامبارح الراجل بتاع السياحه ده طلع يقول لك تصريح برضه، يقول لك ايه، احنا خلاص احنا المفروض كل سنه من يا عم حدث عظيم وحدث فوق دماغنا ومن حقك تتفشخر بيه كل حاجه، كل سنه لازم نعمل احتفاليه زي واجازه ومش عارف ايه وبتاع زي الاحتفاليه يعني اللي فاتت دي، ونكلفها برضو ملايين الملايين وبتاع، عشان احنا ناس فقراء قوي يعني، فبنكلفها مليارات يعني وملايين على قدنا يعني من كل سنه. يا عم ده انت بتستلف، ده انت بتستلف، ده انت تاني يوم من الحفله قلت هعمل قرض 4 مليار وشويه، وجاي عايز تعمل مش عارف ايه كل سنه وبتعمل مش عارف ايه بتاع. يا عم اختشي اختشي والله العظيم الكلام اللي ده، انتوا والله العظيم عايشين في بلد تانية وعايشين في حته تانية خالص مالكوش دعوه بينا. انتوا طب اقول لكم على حاجه، انتوا والله العظيم ثلاثه هاتوا لنا يا عم حكومه احنا لوحدينا في البلد جوه هنا، وانتوا يا عم خلاص يا عم الله يسهل لكم في اللي حصل واللي فات، وروحوا يا عم اقعدوا يا عم في الاسوار العاليه بتاعتكم وسيبونا احنا بقى مع ناس، يعني هاتوا لنا ناس بتوع اقتصاد وهاتوا لنا ناس بتعرف ربنا كده وبتتقي الله وخايفه من يوم الحساب وخايفه اللي هي هتقف قدام رب كريم كده، ويعني وربنا يقول لهم كده عملتوا ايه بالحكم اللي كان في ايديكم ده وبالسلطه اللي كانت معاكم دي. مش بتكلم على كرئيس ولا بتاع، لا كله الوزراء حتى لو رئيس حي، حتى لو نقيب الفلاحين اللي طالع يقول لك مش همه اللحمه بايظه ولا مش بايظه، المهم واحد الجزار بيبيعها بسعر غالي. يا عم طب ما امنعها طالما هي بايظه وتعبانه وبتموت، امنعها. لا ما امنعهاش، الجزار يقلل السعر بس الناس عشان الناس تاكل وتتبسط اللحمه التعبانه اللي انت بتقول عليها. يا عم حرام عليك والله العظيم. يقول لك عايزين نعمل احتفال مش عارف ايه، احتفال ايه يا عم؟ روح احتفل انت مع نفسك، روح هناك كده كل سنه هات تورتايه كده حلوه كده واقعد قدام المتحف كده جنب السور واعمل افتتاح فخم كده، هتكلفنا ملايين وبتاع عشان ايه؟ فشخره فشخره. بقول لك الراجل تعبان مراته تعبانه وبتاع وخلاص بتموت، راح استلف عشان يجيب لها فستان جديد. يا عم حرام عليك يا عم، عايز يحتفل كل سنه. والله العظيم احنا يعني في مرار
ويعني الواحد بيضحك والله العظيم من همه ومن اللي بيشوفه، عارف، حارقين دمك كده على طول، مفيش حاجه حتى عدله، مفيش يعني. حتى رئيس الوزراء بقول لك من يومها طالع اتكلم في حاجات تانية كده وبتاع، مش معانا هو حضرتك، مش معانا. طب اطلع حضرتك اتكلم وقول لا انا شددت وفي مراقبه على الاسواق ولازم الحاجه مش عارف ايه، وهنحاول، والتعريفه الجمركيه للسلعه معينه هنقللها مثلا 30%، داخل فيهم الخامات بتاعت الادويه، وداخل فيهم مش عارف صناعه ايه، وداخل فيهم ايه، وداخل فيهم حاجات حتى اللي احنا بنعملها هنا عشان ما تبقاش من بره غاليه وهنا غاليه. ما سمعناش الكلام ده يا جماعه، ما بنسمعش الكلام ده. احنا بنسمع بس غلو غلو غلو، ولما يطلع يتكلم بعد الغلو بيتكلم في حاجه تانية خالص. يعني تلاقيه بيتكلم على الاراضي مش عارف اللي على ضفاف نهر النيل. ضفاف نهر النيل ايه يا بيه؟ حضرتك ضفاف نهر النيل، الاراضي اللي انت بتتكلم عليها دي غرقت الايام اللي فاتت دي، انت مش معانا ولا ايه؟ بسبب سد النهضه، حضرتك فاكره؟ اللي انتوا بقالكم 14 سنه بتتحايلوا عليهم لغايه ما بقى خلاص امر واقع. والنبي عشان خاطرنا ونروح مجلس الامن، لا والله روحوا الاتحاد الافريقي، اثيوبيا والبلاد المفروض اللي هي صحابنا واخواتنا والعربيه الشقيقه والكلام الفاضي ده وبتاع، مع احترامي كشعب يعني، بتكلم كاداره يعني، مموله هناك، يجي يقعد معاك هنا ويحط رجل على رجل وبتاع وهو بيمون السد هناك، يجي يقعد معاك هنا وحبيبي وصاحبي وهو بيمون الجماعات اللي هي في السودان وبتقتل الناس على حدودك وبتاع وعامله تهجيرات وقلب الدنيا. سبت تسد 14 سنه واحلف وما تحلفش وبتاع لغايه بص ما بقى عامل ازاي ومش عارف ايه، وجاي تتكلم على الاراضي اللي على الضفاف. لا حضرتك هي غرقت في الفيضان اللي فات، هي كده كده ما حدش هيهوب ناحيتها لان هيخاف كل سنه يزرع فيها حاجه ولا يعمل فيها حاجه وتغرق برضه والدنيا تبوظ معاه. جاي بتتكلم على حاجه اساسا مش نافعه؟ اتكلم يا سيدي على اللي نافع وعلى اللي ممكن نصلحه وعلى اللي ممكن نعدله، جاي تتكلم على اللي مش نافع؟ حرام عليك والله العظيم، انت بتتكلم في حاجه تانية خالص، انت مش معانا انت. حضرتك في يعني مع احترامي ليك يعني في حته تانية يعني، والله العظيم يعني ربنا يرحمنا برحمته والله العظيم من اللي احنا بنشوفه ده، والله العظيم. انا اسف يا جماعه طولت عليكم، واسف على التاخير برضو، معلش انا المفروض برضو اعمل فيديوهات وكده يعني، معلش انا اسف. كان معاكم اخوكم محمود من اسكندريه. ما تنساش اللايك المتين واشتراك في القناه عشان يبقى لك مكان في كل قعده بنعملها من قعدات صحاب. شكرا لكم جدا، سلام.